هتقول لي طب تنفع تتلعب على كروت ضعيفة؟ هاقول لك وكمان لو أنت عايز تلعب اللعبة أنا شُفت أسعارها، يعني أسعارها تخُض شوية على Steam أو على أي منصة تانية. أنا بقيت كل اللي باتمناه إن كل الشركات لمّا تيجي تنزّل إصدار جديد أو أجزاء جديدة من ألعابها، تعمل بس نُص اللي عملته Playground في الجزء الجديد من لعبتها Forza Horizon 6. يالّا بينا نتكلم عن الجزء الجديد ونشوف حكايته إيه. ازيكم عاملين ايه؟ انا عبقرينو، وطبعا اولا كل سنه وانتم طيبين، العيد داخل علينا الحمد لله، ويا رب السنه اللي جايه كلكم تكونوا على عرفات ان شاء الله، وتكونوا حققتوا كل احلامكم وامانيكم. انا عامل لكم اجواء عيد وجايب لكم خروف اهو، بصوا بيقول ايه؟ انا مش عارف ليه هو بينور من دماغه، بس تمام يعني، بس اجواء عيد مفيش كلام يعني. خلاص خلاص الحمد لله سكت. احنا النهارده جايين نتكلم عن الجزء الجديد من لعبه فورزا وهو فورزا هورايزن 6. قد يكون الفيديو متاخر شويه، بس انا نزلت اللعبه وقعدت اجرب فيها براحتي والعب فيها واقارن ما بينها وما بين الجزء القديم. طبعا فورزا هورايزن 5 انا من الاجزاء اللي بعشقها واحسن لعبه سيارات بحبها مع نيد فور سبيد هيت بصراحه، عشان انا بحب نيد فور سبيد هيت. وانا خدت كامل وقتي في التجربه عشان نقعد مع بعضينا النهارده بشكل سريع وبشكل ملخص اقول لك ايه احلى النقط وايه العيوب اللي من وجهه نظري في اللعبه، واللي هي عشان احرق عليك الفيديو من دلوقتي قد تكون قليله جدا بصراحه يعني. فيلا بينا نبدا. طبعا بدون نقاش الجزء الجديد طبعا بيتلعب في اليابان، وبيركز على الثقافه اليابانيه من ناحيه كل حاجه في اتجاه سواقه العربيات، بيركز على المعالم اليابانيه والجو العام لليابان. وانا كنت شفت صور كتيره قبل كده بتوضح قد ايه فورزا هورايزن 6 مقلده كل حاجه تقريبا موجوده في اليابان، من شكل العربيات من شكل الزرع. فحقيقي اختيار ان الجزء يكون في اليابان كان اختيار جميل جدا، لان كلنا شفنا افلام وعارفين قد ايه اليابان متميزه بعربياتها، سواء البراندات اللي بتتصنع جواها او اللي اليابان مسؤوله عنها او اللي اليابان عملتها، وحتى عن السباقات اللي موجوده فيها، ليليه نهاريه درفتات ايا كانت ايه هي. فمبدئيا انطباعي الاول عن اللعبه اول ما ابتديت اجرب اللعبه، المقدمه اسطوريه. فورزا لا تقارن في المقدمات بتاعتها باي لعبه تانية. الحماس اللي موجود، فكره ان هو يقدر يديك فكره كامله عن اللعبه في نص ساعه لعب بالظبط، اللي هو لحد ما توصل لفورزا فيستيفال او الاحتفال بتاع فورزا اللي بيبقى موجود في البلد اللي احنا هنلعب فيها الجزء الجديد. مثلا المقدمه، شويه العربيات اللي انت بتقعد تبدل ما بينهم، مثلا طريقه اللعب، شويه النصايح اللي بيدالك في الاول، مقدمه احترافيه. وطبعا بقى مش هنتكلم عن مناظر الطيارات والحاجات الجميله اللي بتحصل والسلو موشن اللي بيحصل مع النطاط مثلا او مع اي مشهد موجود في اللعبه. فورزا بتدي مقدمه اسطوريه تخليك مش عايز تقوم من قدام اللعبه دي، عايز تخلص الستوري مود وعايز تبقى اقوى واحد في الاونلاين وتمتلك كل العربيات اللي فيها. والموسيقى بتاعت اللعبه حقيقي جايه من مكان تاني. وطبعا كلنا عارفين ان اللعبه بتبدا بكات سين، بس انا في حاجه اتصدمت منها اول ما جربت اللعبه بصراحه. الكات سين لقيت جودته مش حلوه ومقفول على 30 فريم وشويه حاجات كده، فدي قد تكون عيب شويه، بس ده كات سين في الاول وفي الاخر هو كام ثانيه بس. بمجرد ما الكات سين خلص واللعبه بدات، الجرافيك اتحول 180 درجه. انا لعبت اللعبه على اقصى اعدادات ممكنه في الاول، وبعد كده نزلت الاعدادات شويه، ولكن الجرافيك بمجرد ما تحول من الكات سين للعبه نفسها، لا الجرافيك كان اسطوري، وهنتكلم عليه بالتفصيل في وقته. وطبعا مش هقول لك اللعبه قد ايه بتوصف لك كوكب اليابان ده عامل ازاي، سواء في الريف حتى، يعني في المناظر اللي موجوده في الريف او الاماكن اللي موجوده في الريف، او حتى الاماكن اللي موجوده في المدن. انا ما رحتش اليابان قبل كده ولا زرتها، بس من اللي انا شفته في اللعبه انا اتحمست ان انا نفسي اروح ازور اليابان. والله العظيم المناظر الطبيعيه خرافه. انا بحب المناظر الطبيعيه اكتر من مناظر المدن، بس حتى المدن في اللعبه دي شدتني ليها بشكل مش منطقي. ومن الحاجات اللي تدل لك على قد ايه اللعبه مركزه على اليابان او ثقافه اليابان، ان انت بسم الله الرحمن الرحيم تبدا اللعبه بعربيه نيسان جي تي ار، اللي هو ياباني ياباني يعني، مش اي كلام. خد هو في اليابان منه، افهم بقى ان احنا موجودين في اليابان، عشان بعد كده لما ندي لك عربيات تانية ما تنساش ان احنا كنا موجودين في اليابان. ومن مناظر الجمال في الطبيعه، او من مناظر الجمال اللي هم عملوها في اللعبه، اختلاف البيئات. ان انت لما بتتحول من المدينه للريف انت ما بتحسش بالتحول، انت فجاه بتلاقي نفسك في الوان جميله كده، الوان زاهيه، وفي مكان مختلف عن اللي انت لسه كنت فيه من كام ثانيه. اللي هو انت بس عم مشيت بالعربيه شويه لقيت نفسك في بيئه مختلفه. البيئه دي بقى سواء صحراويه او سواء طينيه او سواء زراعيه، مثلا منطقه ريفيه او كلام من ده، او حتى جوه المدينه. اختلاف البيئات فيها خطير ومش بيحسسك ان انت انتقلت، لا الموضوع واقعي، اللي هو انت ماشي بالعربيه فجاه خرجت من مكان دخلت مكان. الموضوع هادي كده وجميل وكان تحفه. وعشان اللعبه تاكد على الكلام ده وتركز عليه كويس، اللعبه بتديك دعوه صريحه ادخل لف في اليابان، لدرجه ان هي مدياك مهمات انك تروح تزور اماكن في اليابان، تصور اماكن معينه، تدور على معالم معينه في اليابان وتقف عندها عشان تاخد بوينتس او تاخد نقط بتساعدك في انك تجيب عربيات او تعلي الرانك بتاعك. اللعبه بتقول لك روح وصل طلبات، يعني هات عربيه دليفري واركب عربيه دليفري وروح وصل طلبات في اليابان، اشتغل دليفري في اليابان، عشان بس هي عايزاك تلف وتستمتع بقد ايه هم تعبوا جدا في تصميم اللعبه دي، وتعبوا جدا في ان هم يرسموها انها تكون
هي اليابان بالظبط. وحقيقي حقيقي انا من شويه اللف اللي لعبته فيها، لا اللعبه فعلا تستاهل انك تقعد تستمتع في، سيب القصه الرئيسيه، سيب كل حاجه وادخل استمتع جوه اللعبه. وكمان من ضمن التركيز عليها انها بتدعوك للسباقات الليليه في اليابان اللي كلنا عارفينها من سلسله زي فاست اند فيوريوس مثلا. اللعبه بتدعوك بقى للسباقات الليل في اليابان، تعالى بقى احنا هنتسابق بالليل والدريفتات والناس بقى، وهندخل بقى اللي هي الاماكن المزدحمه والناس توسع. لا اللعبه مركزه على تفاصيل اليابان بشكل مش طبيعي. وحقيقي اليابان بلد جميله، واختيار اللعبه في المكان ده كان اختيار في محله الحقيقه. ومن كتر ما هم مركزين على تفاصيل اليابان، في حاجه كده ممكن تسبب لك شويه مشاكل في الاول، بس انا اتعودت عليها بسرعه. وحقيقي انت لو جربتها هتلاقي الموضوع بسيط بالنسبه لك وهتتعود عليه بسرعه، وهو ان الدريكسيون عندهم يمين مش شمال زي عندنا. وخلي بالك مش في كل العربيات، في عربيات كتير جدا دريكسيونها شمال، وغالبا هتلاقي العربيات المستورده، العربيات الامريكي او اي عربيه متصنعه بره اليابان، بتلاقي تقريبا الدريكسيون بتاعها على الشمال. يعني احنا عندنا الطبيعي اللي احنا متعودين عليه في اي لعبه عربيات احنا لعبناها قبل كده، الحاره اللي على اليمين دي للاتجاه اللي رايح، والحاره اللي على الشمال دي للاتجاه اللي جاي. لا في اليابان الموضوع مقلوب، انت لو عايز تمشي في وشك لازم تمشي في الحاره اللي على الشمال، فانت ماشي في الحاره اللي على الشمال وهتلاقي الحاره اللي على يمينك فيها ناس راجعه. فاللي هو الموضوع هيسبب لك شويه لخبطه في الاول، ولكن في المطلق انت هتتعود عليه بسرعه جدا. وكده كده احنا مش هنلتزم بالطرق، احنا بنلعب لعبه عربيات وبنكسر الطرق وبندغدغ العربيات اللي موجوده في الطرق قدامنا. ولكن دي برضو حاجه تخلي بالك منها لو انت بتحب تتجول او تستمتع، او في سباق مهم وعايز مثلا تطلع من حد او تعدي حد مثلا بطريقه ما، خلي بالك ان على الاتجاه اليمين هتلاقي في عربيات جايه في وشك ممكن تدخل فيك على طول. ومن الحاجات الجميله برضو اللي ركزت عليها اللعبه دي، او من التفاصيل الجميله اللي انا خدت بالي منها، ان هي عامله اللودنج سكرين على هيئه تلفزيون. يعني انت مثلا لما بتخلص سباق بيعمل لك اكنك في تي في شو مثلا كده، اللي هو يظهر لك شعار فورزا مثلا، وتلاقي ان الموضوع مكرمش شويه والصوت نفسه درجته تتغير، تحس ان انت في عرض تلفزيوني. وطبعا لان اللعبه جزء اساسا من الاكس بوكس جيم باس او جزء من العاب مايكروسوفت عموما، فانا مثلا كنت شاري لعبه فورزا هورايزن 5 على الاكس بوكس قبل كده. فلما لعبت فورزا هورايزن 6 طبعا المنصه عارفه ان انا عندي الجزء الخامس موجود عليها، فراحت مدياني عربيه مرسيدس من فئه اس 2 اللي كانت معايا في فورزا 5 من اول الجيم. يعني انا ابتديت اللعبه كده اللي هو معايا عربيات كلاسيك، معايا عربيات عاديه كلها مش عربيات قويه ولا حاجه، فجاه راح مديني عربيه ايبك اس 2 المرسيدس كانت تحفه. وبعدين اول لما ركبتها، انت لما بتلعب لعبه المدن فيها حلوه انت عايز تجري فيها، والعربيات اللعبه مصممه ان هي تديك عربيات بطيئه في الاول او عربيات هاديه، ومع التقدم تبدا بقى تاخد عربيات سوبر وعربيات سوبر كار وعربيات غاليه جدا. ولكن التركيز في البدايه كان عربيات بطيئه. انا بصراحه دي حاجه بتخنقني، انا كنت عايز عربيه سريعه، لقيته بيديني المرسيدس، خدت المرسيدس وشط في اليابان كلها، بقيت طاير بيها على 300 في اي مكان. طبعا بما ان ده جزء جديد فهم ضافوا فكره جديده جميله جدا، وهي فكره الدرون. ان انت تقدر مثلا من انا او من الاسيستنت اللي موجود عند الخريطه من تحت كده هتلاقي في حاجه جديده اسمها الدرون مثلا. الدرون ده فكرته ايه؟ ان هو بيوقف لك العربيه في مكانها وبتطير بطياره درون حواليها، تصور بقى العربيه، تتفرج على المكان اللي حواليها، تروح تشوف الناس اللي واقفه. فكره ممتازه جدا، وانا استخدمتها في ان انا الاقي عيبين في اللعبه كده، مش عيبين قوي بس هم اللي احنا هنتكلم عليهم في العيوب تقريبا. فكره الدرون فكره جديده ممتازه جدا جميله، انا لاحظتها جوه اللعبه، تخليك تاخد صور حلوه. لو في مكان مثلا عاجبك والزوايا بتاعه الكاميرا بتاعه العربيه حكماك شويه، لا انت ممكن تخرج بالدرون تلف زي ما انت عايز وتتحرك وتطلع وتنزل في الارتفاعات اللي انت عايزها، وهتستمتع جدا بفكره الدرون فيها. واللعب بالدرون خلينا ناخد بالي من حاجه مهمه، تفاصيل العربيات اللي قابله للعب، العربيات بتاعه اللعبه اللي بتشتريها او اللي بتبيعها او اللي بتكسبها ممتازه، مفيش كلمه فيها. العربيه حتى لما بتتخبط وتتكسر التكسير شكله حلو جدا. هتقول لي التكسير كان موجود قبل كده، هقول لك ان التكسير والتجريح المره دي وصل لحد شعار العربيه. شعار العربيه بتلاقيه متجرح كده، بتلاقي العربيه متطبقه، الاكزوستات مثلا او الفنز اللي بتتفتح عشان تدخل هواء او تطلع الهواء عشان الاير فلو بتاع العربيه بتلاقيها اتطبقت واتعرجت كده، والازاز اللي قدام مكسور. التفاصيل بتاعه العربيات اللي بنلعب بيها خرافيه في اللعبه الحقيقه. وده خلاني اخد بالي من اول عيب في اللعبه، ان تفاصيل العربيات اللي غير قابله للعب اللي ممكن نسميها الام بي سي، عربيات الام بي سي اللي هي العربيات اللي بتلف في العالم حواليك، مش بنفس قوه تفاصيل العربيات بتاعتك. بس خلي بالك ده عيب، ده عيب، ولكن هيفرق معاك؟ لا مش هيفرق معاك. انت عايز العربيه اللي انت راكبها، انت عايز تستمتع بالتلوين او بالشكل بتاع العربيه اللي انت بتلعب بيها. لكن العربيات التانيه اللي في الشارع انت غالبا انت بتطير من جنبها مش واخد بالك منها. بس دي تفصيله انا خدت بالي منها بسبب الدرون، فكان لازم نقولها. وده ياخدنا لتطوير جديد في اللعبه عجبني جدا، وهي انا او الاي اي او المساعد الشخصي بتاعك اللي موجود في اللعبه اتطور بشكل كبير جدا. اولا اتطور من ناحيه الاوتو درايف. الاوتو درايف في اللعبه اصبح خطير. انا كنت بديله اوتو درايف مثلا لمشوار بعيد بالعربيه السريعه اللي معايا، المرسيدس السريعه جدا اللي معايا، كان بيطير بالعربيه على 300 يعني قليل قوي لما يخبط في عربيه، او قليل قوي لما يدخل في سور مثلا. لكن السواقه بتاعت الاوتو درايف كانت خطيره. وضافوا كمان ميزه جديده في انا، ان انت تقدر تتحكم منها في السباقات. يعني انت مثلا ممكن تنزل على اختيار عندها اللي هو واتس نيكست،
هيديك مثلا انت عايز تكمل في طور القصه، عايز تدخل على طور اونلاين، عايز المهمه اللي عليها الدور، يعني بتديك كذا اختيار كده بيسهل عليك بدل ما تدخل على الماب. والمشاكل اللي كانت موجوده في فورزا القديمه اللي هي انا بقى تايه في الخريطه، ما بقتش عارف يعني مين تبع ايه، مين تبع القصه الرئيسيه ومين تبع الاونلاين، مين تبع السباقات، الدنيا داخله في بعضيها. لا انا هنا التحديث الجديد للالعاب بيسهل الموضوع ده جدا وبيخليه لطيف. وده ياخدنا لان اللعبه في الجزء الجديد فتحت الفاست ترافل من غير اي حاجه. للي لعبوا فورزا 5 الفاست ترافل فيها كان لازم تقعد تفتح تكسر حاجات معينه كده عشان يقول لك مثلا احنا فتحنا الفاست درايف في المكان ده. لا هم في اليابان عملوا حركه ذكيه جدا، هم فتحوا الفاست درايف عادي جدا، اللي هو انت ممكن من اي مكان تتنقل تروح لاي ايفنت تاني في ثانيه. ولكن صدقني انا ما كنتش بختار اختار ده، انا كنت بختار ان حتى لو انا مكسل بشغل الاوتو درايف واقعد استمتع كده بالمكان حواليا او بمتعه وجمال الطبيعه والمناظر اللي حواليا. يعني حتى الفاست ترافل برغم انه بقى مجاني انا ما كنتش بستخدمه، انا عايز امشي جوه اللعبه دي، عايز استمتع بيها. وكميه انشطه مش منطقيه في اللعبه من ناحيه استكشاف، من ناحيه القصه الرئيسيه، حاجات تحفه. ومن الحاجات الجميله اللي خدت بالي منها اللي نفعتني كمان في طور اونلاين ان تقريبا كل حاجه في اللعبه بتتكسر. زمان في فورزا 5 كنت تفضل تعمل دريفتات وتكسر في حاجات عشان تجمع بوينتس مثلا، وتيجي مثلا في الاخر تلبس في شجره من الشجر اللي ما بتكسرش، تتعكن وتتنرفز جدا. لا انا عايز اقول لك ان احنا هنا تقريبا كل حاجه بتتكسر عدا الحاجات الخرسانه، يعني ما تدخليش في عمود كوبري مثلا، لا عدا ذلك كل حاجه بتتكسر. معظم الشجر بيتكسر، ان ما كانش الشجر كله بيتكسر، الحاجات اللي على الطريق بتتكسر، الصوب الزراعيه بتتكسر، كل حاجه تقريبا بتتكسر. وده بيدي متعه. التكسير في فورزا ليه متعه، لما تخش في حاجه بسرعه معينه كده وتتكسر قدامك، لا الموضوع ده بيبقى ساتيسفايد جدا كده، بيدي تجربه لذيذه قوي في اللعبه. ومن التفاصيل الجميله اللي بقت موجوده في الجزء القديم فكره العربيات المستعمله اللي ممكن تلاقيها في الشارع. طبعا فورزا بتراعي نفس الحاجات اللي كانت موجوده في الالعاب اللي قبل كده، ان انت في عندك الاوتو شو اللي هو تشتري منه العربيات الجديده، وفي عندك الاوكشن هاوس اللي بتقدر تعمل عليه مزادات على عربيات مستعمله وتشتريها وتزود في السعر، وحد يزود قصادك لحد ما تعرف تشتري العربيه اللي انت عايزها مثلا بسعر معين. في العربيات اللي هي المستعمله المعدله الناس بتعدلها وترجع تبيعها تاني. ولكن فكره ان انك تكون ماشي تلاقي مثلا مارك معين على الخريطه، المارك دي معناها ان في عربيه مستعمله بتتباع، تروح تقف عندها مثلا او تعدي عليها يقول لك العربيه دي كان سعرها 60000 كوين مثلا بقت ب 20000 كوين، هي بتتباع دلوقتي ب 20000 كوين. فالفكره دي جميله انا ما شفتهاش في فورزا 5. اللي خدت بالي منه هنا ان انا لما دخلت للاوتو شو، الاوتو شو مليان عربيات، في عربيات سوبر خطيره، في كميه عربيات مش منطقيه. والاول مره اشوفها في فورزا ان في عربيات ثمنها واصل لل 50 مليون وال 70 مليون، عربيات بارقام فلكيه، ارقام خرافيه، مع ان هي قد تكون مش عجباني كشكلا مش عجباني كاداء على سعرها، بس هي عشان مثلا ايه اللي هي وان بيس مثلا، او اللي هي زي ما بنقول عليها عربيه نادره شويه او عربيه اصدار معين، فالاصدار ده غالي. ولكن باسعار اقل من كده، يعني انا كان معايا 130000 كوين تقريبا، لقيت في عربيات ايبك كويسه جدا وهتطوير عليها هيبقى كويس كمان قدام. ولكن في المطلق كميه عربيات ملهاش اول من اخر. وكمان تقدر تعمل ايفنتس، مثلا انت معاك عربيه وفي حاجه معينه انت بتعرف تعملها وشاطر جدا فيها، ممكن تعمل ايفنت زي اللي كانت في فورزا 5 اسمها الكرييتيف لاب. لا انت ممكن هي تعمل ايفنت لوحدك مثلا من انا على طول، مثلا انك تعمل ايفنت ان مثلا انا هقدر اكسر سرعه الرادار ده على سرعه 400 كيلومتر في الساعه، وتعملوا ايفنت موجود واي حد يخش يحاول يكسر الرقم القياسي بتاعك. فلا هم غيروا حاجات كتير. وحتى المنيو نفسها اللي كانت موجوده في فورزا 5 اللي كانت ممكن تكون بتلخبط شويه، انا لاحظت انها في فورزا 6 لا اسلس كده والذ وسهله، مش متعبه ومش بتتوه فيها كتير. انت مجرد ما تحفظ اماكن ان كل حاجه انت مش هتتوه في المنيو كتير زي ما كنت بتوه فيها في فورزا 5. وطبعا فورزا يبقى في تيوننج، انا ما بفهمش في التيوننج قوي في فورزا، بس انا تقريبا على حسب ما انا بصيت في المنيو كده، لا التيوننج تقريبا هو اللي كان موجود في فورزا 5 مع دقه اكتر. وده ياخدنا للاحتفال نفسه، الاحتفال اللي عمل نظام جديد للترقي فيه او لانك انت تبقى ليفلك اعلى فيه، ان هو عمل حاجه اسمها ريست باند، اللي هي الحاجات اللي بتتلبس على الدراع بالوان مختلفه دي، اللي هي الروكي منها، او اول لون بيبقى الاصفر، بعد كده اظن كان الاخضر، وكذا لون. وطبعا كل ما هتخلص مهمات اكتر وهتاخد ليفل اعلى او هتاخد مكان اعلى، هيتفتح لك سباقات اقوى بفلوس اكتر، وهيتفتح لك اهم حاجه عربيات اقوى بكتير. فانت محتاج تكون في ليفل معين عشان تقدر توصل للعربيه دي وعشان تقدر تركبها مثلا وتلعب بيها سباقات معينه. فموضوع الرانكينج فيها انا شايفه احسن بكتير من اللي كان موجود في فورزا 5. وحاجه جميله جدا كمان كنت خدت بالي منها في اللعبه، لما السباق بيبدا انت في فورزا 5 كان 3 2 1 من غير صوت من غير اي حاجه، لا هنا الناس اللي حوالين السباق بتعد بلغات مختلفه، مره بيعدوا انجليزي، اظن مره بيعدوا ياباني. يعني انا سمعتهم كذا مره بيعدوا، بيدي حماس خطير في اول السباق. انت وانت واقف كده سامع الناس حواليك بتعد، مش كمبيوتر بيعد، لا صوت ناس حقيقيه بتعد مثلا حواليك وبتعد معاك، بيدي حماس جميل جدا. وقبل طبعا ما نخش على الجرافيك والميكانيك بتاعه اللعبه، تعالى نتكلم على طور الاونلاين اللي انا بعشقه، واللي انا حاسس ان هو المره دي فيه تنوع اكتر، في سباقات دريفتات، في سباقات ان انت تسابق مع ناس ثانيه بستايل عربيات معين. لا الاونلاين فعلا ممتاز فيها. وطبعا انا عشان اجرب الحاجه اللي انا عارفها واللي بفهم فيها، لعبت مود الاليمينيتور، واللي كان خطير بسبب مهم جدا ان كل
كل حاجه بتتكسر. للناس اللي لعبت فورزا 5 وبالاخص مود الاليمينيتور هتعرف ان المشكله الكبيره اللي بتقابلك فيها انك انت داخل تقص مثلا او تختصر من مكان في زرع، في النص كده تلاقي شجره كبيره انت داخل فيها كل حاجه باظت والخصم اللي بيسابقك سبقك والدنيا راحت في داهيه. لا هنا يا باشا انت تخش في الزرع، المهم بس تكون داخل بعربيه كويسه بتطلع وتنزل بشكل مظبوط، وخش في اي مكان تقريبا اي حاجه بتتدمر. مود الاليمينيتور بقى خطير جدا في الجزء ده، وده ياخدنا لاخر نقطتين في الفيديو بتاعنا، وهي الميكانيكس او الجرافيك او المحرك بتاع اللعبه نفسه والعيوب. تعالى نتكلم على الجرافيك الاول. الجرافيك خطير، وخلي بالك اللعبه تقيله. اللعبه لما شغلتها على الاكستريم ار تي وكل حاجه مرفوعه للاخر والري تريسنج على الاخر، وشغلت معاها الدي ال اس اس وشغلت معاها الفريم جنريشن، اللعبه ادتني تحذير ان ال 12 جيجا في رام اللي عندك مش مكفيين. خلي بالك اللعبه قويه، الاوبتمايزيشن فيها طبعا خطير. فورزا ملكه في الاوبتمايزيشن من اول يوم في اطلاقها، مش زي اي لعبه ثانيه تستنى لها ابديتس، لا هي خطيره في اول يوم اطلاق، دايما الاوبتمايزيشن فيها خطير. بس خلي بالك ان الري تريسنج والجرافيك في اللعبه بقى قوي لدرجه ان ال 12 جيجا في رام هي اللعبه شغاله زي الفل على تقريبا 100 فريم تقريبا، والدنيا تمام على 2 كي و100 فريم واقصى اعدادات في كل حاجه وري تريسنج. بس اللعبه دي تحذير، خلي بالك الفي رام مش مكفيه، يعني هتلاقي بقى دروبات وبتاع. كل اللي عملته ان انا نزلت من الاكستريم ري تريسنج للالترا ري تريسنج، الفريمات طلعت لحد 140 واللعبه استقرت واستهلاك الفي رام نزل ل 10 جيجا، واللعبه بقت جميله جدا وسلسه وكل حاجه. هتقول لي طب تنفع تلعب على كروت ضعيفه؟ هقول لك اه طبعا، فورزا الاوبتمايزيشن فيها مفيش فيه كلام. انا بكلمك في اقصى اعدادات، يعني انت عندك في شويه اعدادات من غير ري تريسنج دول زي الفل، دول هتشغلهم باي كارت عادي، وفي اعدادات بالري تريسنج دي هتطلع في الليفل الادفانسد شويه. بس طبعا لو انت عندك من اي ام دي او من انفيديا دي ال اس اس او اف اس ار فانت الموضوع معاك تمام. بس اللعبه كجرافيكس لا، اللعبه راحت في مكان تاني، لدرجه ان الزرع اللي انت بتدوس عليه على الارض زرع بيتني بيتكسر كده على الارض، مش زرع كده انت بتخش فيه بيتقطع وخلاص. بس برضو في الاعدادات من الحاجات اللي خدت بالي منها ان اللعبه ما فيهاش عربي، بس غالبا ده هيتحل قدام، لان فورزا 5 على ما اتذكر ما نزلتش بعربي في الاول، وبعد كده اللغه العربيه نزلت لها. بس كمشكله لا، ما اظنش ان دي مشكله بشكل حالي، يعني انت هتقدر تفهم اللعبه بتتكلم ازاي. والجزء الجديد راح حاجه مهمه جدا، الاستجابه. انا لعبت فورزا 5 كتير، لا الاستجابه في فورزا 6 احلى. معرفش بقى هم عدلوا الاستجابه في الدريفتنج والاستجابه في ملفات انا معرفش ايه التركيبه اللي هم عملوها، بس الاستجابه بقت خطيره. انا بقيت مستمتع جدا بالقياده على سرعات عاليه في فورزا 6 عن فورزا 5. واللعبه كمان المره دي مركزه على فكره القياده الداخليه، يعني ان انت تبقى تغير الكاميرا للكاميرا جوه العربيه، وحقيقي شكلها جميل والعدادات شكلها تحفه. يعني انت لو عندك بقى سيت اب بقى اللي هو بتاع ريس سيميليتور مثلا، اللي هو الدريكسيون والفرامل والبنزين والكلام ده، وقلبت الكاميرا على الكاميرا الداخليه، انت هتجرب تجربه ما فيش منها اتنين. فانت لو بتحب النوع ده او كنت عايز تجرب النوع ده ومستنيه، فورزا 6 التجربه المثاليه للموضوع ده. القياده الداخليه فيها واخده اهتمام كبير جدا، سواء في الفعاليه او سواء في الاحساس، سواء في المنظر او العدادات او الشكل من جوه. لا موضوع القياده الداخليه في اللعبه دي في مكان تاني، يعني الجزء اللي فات خالص مش مجرد كاميرا محطوطه وخلاص او شكل بتلعب بيه، لا هم مهتمين بيه. وحتى مش صعب بقى، يعني ما عادش صعب انك تفهم زوايا العربيه او تعمل بقى دريفتنج، لا الموضوع فعلا فيه اهتمام بيه. وده ياخدنا لاخر نقطه موجوده معانا النهارده، وهي العيوب، واللي هي اللي انا قلت لك قبل كده ان تصميم العربيات اللي غير قابله للعب مش اقوى حاجه. بس دي حاجه انت مش هتهتم بيها، انت على طول بتجري في اللعبه وبتسابق ناس تانية او ايا كان اللي بتسابقهم، سواء ام بي سي او سواء بتسابق اونلاين على مالتي بلاير على لاعبين حقيقيين. كل العربيات اللي موجوده جوه السباقات سواء معاك او مع الام بي سي او مع لاعبين تانيين تفاصيلها ممتازه، لكن العربيات اللي هي ماشيه في الشارع عاديه خالص دي اللي ما بيتلعبش بيها ابدا دي تفاصيلها مش اقوى حاجه. وده خلاني كمان وانا بلعب بالدرون اخد بالي من حاجه كمان مهمه، ان تفاصيل الام بي سي البشر نفسهم او الشخصيات اللي موجوده اللي واقفه مثلا على جنب بتتفرج او اللي بتصور اللي ماليين اللعبه، لا تفاصيلهم ضعيفه، عارف انت حاسه اللي هي لعبه اندرويد قوي في نفسها. بس برضو ارجع اقول لك دي لعبه سيارات، لو الدرون ده مش موجود، لو ميزه الدرون مش موجوده في اللعبه دي ما كنتش هتاخد بالك من تفصيله زي دي ابدا، لان انا متاكد ان انا لو ركبت مود على فورزا 5 وخرجت من الكاميرا بتاعه العربيه ورحت ابص هلاقي الموضوع ابشع بكتير. بس الفكره ان الدرون موجوده، بس انا لما استخدمها عشان اروح على شخص، لا تفاصيل كرتونيه، مش كرتونيه كمان، ده تفاصيل غريبه. ولكن برضه هرجع اقول لك انا بالنسبه لي ده مش عيب قوي، لان دي لعبه عربيات مش لعبه ام بي سي، دي لعبه سيارات، انت بتسابق الناس دي واقفه بتعمل جو بس بتصور مش عارف ايه. فيعني هو قد يكون عيب، بس يعني لا يعني مش هتهتم بيه قوي لو انت مش هتقرب لهم، وانت في الطبيعي مش هتقرب لهم. انا بس قربت لهم عشان انا بجرب اللعبه وبس. دي كانت مراجعتي للعبه فورزا 6 اللي انا اظن ان هي قد تكون احسن لعبه عربيات في 2026 وفي 2027 لحد ما ينزل الجزء اللي جاي بتاعها. لسه مش عارفين نيد فور سبيد هترد بايه، بس طبعا كلنا عارفين ان نيد فور سبيد لعبه او طريقه لعب، وفورزا لا طريقه لعب. انا بحب الطريقتين جدا، بس انا بالنسبه لي على المدى البعيد واللعبه اللي ممكن تقعد تلعب فيها سنين ما تزهقش منها هي فورزا.
نيد فور سبيد انت بتخلص القصه الاساسيه وبتلاقي الموضوع بعد كده لا يعني عارف انت لو الموضوع رخم شويه اللي هو لا انا ما عادش ليا تقول عليها. يعني انا من بعد من ساعه ما خلصت القصه الرئيسيه في نيد فور سبيد هيت لعبت شويه اونلاين، قفلت شويه المهمات الجانبيه، لكن يعني ما استمرت. لكن اللي استمريت فيها فورزا 5. كل ما ازهق لما عاوز اتسلى شويه بقعد بدخل العبها عادي جدا، ما بتزهقش منها ابدا. اتمنى كل الشركات لما تيجي تعمل اجزاء جديده من الالعاب بتاعتها تعمل شويه التعديلات اللي فورزا بتعملها او اللي بلاي جراوند عملتها في فورزا 6. وكمان لو انت عايز تلعب اللعبه، انا شفت اسعارها، يعني اسعارها تخض شويه على ستيم او على اي منصه ثانيه، فصدقني احسن نصيحه ليك اشترك في الجيم باس بتاع البي سي ب 190 جنيه في الشهر. انا لما حسبتها لقيتها في السنه 2000 جنيه في السنه، يعني تقريبا انت هتقعد سنتين تلعب باللعبه عما تدفع ثمنها عشان تشتريها وتخليها في مكتبتك. بس في المقابل انت في السنتين دول انت ممكن تلعب العاب كتيره جدا. فانا شايف ان احسن طريقه للعب اللعبه دي الاكس بوكس بي سي جيم باس، مش الالتيميت مش اي حاجه. البي سي هو اللي ب 190 جنيه في الشهر، اظن صفقه ممتازه. يعني 190 جنيه مش رقم كبير في مقابل المكتبه الكبيره جدا اللي هتاخدها وكميه الالعاب. كول اوف ديوتي اي بقى يعني معاك مكتبه ضخمه جدا تلعب فيها براحتك. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، ومستني رايكم في الكومنتات. وتاني كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم بالخير دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.